السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم الجمعة، نحن بالشهر 11 25 الشهر. أمطار غزيرة حصلت في مخيمات أهلنا على الحدود السورية التركية، في مخيمات هجرتهم. أمطار غزيرة أدت إلى سيول في بعض المناطق، وأدى ذلك إلى طوفان بعض المخيمات. ونحن اليوم مخيم منكوب بمعنى الكلمة. هذا المخيم منكوب، مخيم يضم أكثر من 5 أو 6 آلاف شخص، يعني 1000 عيلة ساكنين بهذا المخيم. هذا المخيم منكوب. مين بدنا نوجه رسالة؟ مين المسؤول؟ جماعة التنمية، جماعة الإدارة، جماعة المنظمة. هذا المخيم كان محسوب على شامل خير، على جمعية شامل خير. اليوم طيب هذا المخيم طاف على كثير من القاطنين فيه. شوفوا الأطفال، شوفوا الأطفال، شوفوا الحالة. أكثر من 10 بيوت طافت، كل بيوت طافت، كل بيوت غرقت، الأولاد غرقوا. الناس ما استوعبت. مطر شديد، مطر غزير ضرب المخيم، طافت البيوت. طيب يا جماعة، هي البيوت اللي طافت وصايرة بيوت رديئة جدا، ما لازم نلاقي لها حل؟ ما لازم نلاقي لها مثلا بدل لهي البيوت؟ مثل ما أنا شايفين. شوفوا الوضع، شوفوا الكارثة. لك أول مطرة صارت بالمحرر، أول مطرة بصير علينا كوارث ليكوا الأطفال. شوفوا البيوت، شوفوا الحالة. البيوت طافت، الأغراض طافت، الأولاد بردانين. مخيم البركة، وفي عدة مخيمات، ولكن مخيم البركة يا جماعة منكوب. شوفوا الوضع. الناس يا جماعة، شوفوا تفاجأت الناس بالسيل، تفاجأت الناس بالأمطار، راحت أغراض العالم. شوف هي كل بيتهم يعني للمعنية. شوفوا حتى آخر لتحت. شوفوا المي فايتة على البيوت، يعني غرقت الأولاد. مد لولد ما في. طلعوا. هذا مخيم البركة، الجامع الغربي. الكرفانات عند الجامع الغربي طافت كلها معظمها. مين بدنا نناشد؟ المسؤولين يتحركوا، الدفاع المدني، منظمة تتولي الأمر. شوفوا يا جماعة، شوفوا يا ناس شلون العالم غرقت لسه من أول مطرة صارت بالمحرر. طلعوا الأغراض طافت، الأولاد طافت، الناس بردانة. لازم نلاقي حل لهذا المخيم. هلا نحن فايتين على عيلة كمان طايفة. بسم الله. طلعوا يا جماعة، طلعوا. يعني تفاجأت الناس بالمطر، طافت البيوت، راحت هاي الأغراض كلها على الكب. أغراض الأولاد، المد، لسه الناس ما شافت شيء، ولسه الناس ما ركبت صوات كمان. من الفقر ومن الحاجة الناس متسترة ورضيانة، ولكن إنه هيك فجأة وين الخدمات؟ يا أخي والله